اكيد انت سمعت عن الابل ايكو سيستم والربط اللي بيكون ما بين اجهزه ابل كلها، من الماك للايفون للابل واتش، كله بيكون مربوط ببعضه. اللي عايز تنقله من ايفونك بالاير دروب توديه للماك بسهوله، جالك مكالمه على موبايلك ترد عليها من الماك او من الابل واتش عادي، وتقدر تتحكم في موبايلك من الماك. بس انت محتاج بقى تشتري ده كله، يعدي ال 7000 جنيه مستريح الكلام ده. فافرض يا عم انت معاك اندرويد والبي سي بتاعك ويندوز عادي، فازاي بقى تعيش تجربه الايكو سيستم دي على الاندرويد والويندوز اللي مفيش اي علاقه بينهم؟ ولو جالك مكالمه على موبايلك مثلا ازاي ترد عليها من البي سي؟ هو اكيد مش بنفس كفاءه اجهزه ابل، بس يعني حاجه مشابهه شويه. ده كله هتعمله عن طريق اداه اسمها اير درويد بيرسونال، اداه مجانيه بالكامل، وانا نفسي محملها على كل اجهزتي سواء ايفون او اندرويد، واكيد محملها على البي سي برضه. وهسيب لك برضه لينك تحت في وصف الفيديو وفي اول كومنت عشان تقدر تحملها على كل اجهزتك من اللينك ده. وبما ان الاداه اسمها اير درويد فهي شغاله اكتر مع الاندرويد، يعني مش شغاله بكفاءه قوي مع الايفون. تقريبا الايفون بيقدر يستفاد بميزه واحده بس من الاداه دي كلها، فهنشوف برضه ايه نظامها يعني. فهشوف انت هتحملها على مين الاول، سواء موبايلك او البي سي. كده كده هتعوز تحملهم على كله. فانا مثلا هبدا بالبي سي، هحملها واثبتها وهفتحها بقى. المفروض بيقول لك هنا سجل بالاكونت بتاعك، فلو انت عندك اكونت سجل بيه، ولو انت اول مره تعمل او تفتح الاداه دي يعني فاعمل اكونت جديد كانك بتعمل اكونت على اي حاجه عادي، يعني الموضوع سهل. بس خليك فاكر الايميل والباسورد بتوع الاكونت ده لانك هتحتاجهم تاني. خش بقى على موبايلك اللي انت بتستخدمه وحمل عليه التطبيق برده وافتحه، هيقول لك سجل فيه، فالمفروض انك تسجل بنفس الاكونت اللي انت لسه عامله دلوقتي. وبعدين بيقول لك الصلاحيات، فدي كده كل الصلاحيات اللي المفروض تديهم له. لو انت مش عايز تديله ده كله فشوف انت عايز هتستخدم ايه يعني من دول واديها له، والافضل طبعا انك تديله كل الصلاحيات عشان تقدر تستفاد بكل المزايا يعني. وبس يا عم، خلص صلاحياتك وارجع بقى للواجهه الاساسيه. هتقدر تعمل ايه بقى بالاداه دي؟ بشكل عام كده انت تقدر تنقل ملفاتك من موبايلك للبي سي والعكس، تشوف كل الاشعارات اللي جايه لك على الموبايل على البي سي، وترد على المكالمات برده من البي سي، وتقدر تتحكم في موبايلك تحكم كامل وهو بعيد عنك من الاداه دي برده. فتعالى نبدا بالحاجات البسيطه الاول. اول حاجه وهي نقل الملفات. يعني انا رابط الايفون ده والبي سي والموبايل ده كمان بحساب واحد، فانا لو عايز ابعت اي فايل من الايفون للاندرويد ده فبسهوله هحدد الفايل وابعته على طول وهيوصل هناك في ثواني. لو عايز ابعت من الكمبيوتر للايفون او الاندرويد هحدد بس الجهاز اللي انا عايز ابعت له واجي على سند فايل واختار اللي عايز ابعته، هيوصل بسهوله طول ما كله مربوط بحساب واحد. نودع بقى الايفون خلاص، فدي الميزه الوحيده اللي شغاله مع الايفون بالاداه دي، باقي المميزات شغاله للاندرويد والبي سي بس. فمن المميزات دي لو جيت بصيت هنا مثلا هتلاقي فايلز، فتقدر تشوف الفايلات اللي على موبايلك كلها، فانت معاك اكسس على كل الفايلات اللي على الموبايل، وممكن تاخد منها ملفات وتحط ملفات من غير ما توصل موبايلك بالكمبيوتر بسلك. انت بتعمل ده والجهازين بعاد عن بعض عادي. فتعالى مثلا نفتح ملفات الموبايل ده من البي سي، وخش هنا مثلا خد الصوره دي وحطها على البي سي عندك، بس كده خلاص الصوره اتنقلت وخلاص من غير اي كيبلز ولا اي حاجه. الموضوع بسيط خالص. ونفس الكلام لو عايز تنقل برده من الكمبيوتر للموبايل بتاعك، فخد الحاجه اللي انت عايز تنقلها حطها في اي ملف انت عايزه وهتلاقيها على موبايلك. الميزه الثالثه اللي هي ريموت كنترول دي سيبها دلوقتي لان دي فيها حوارات كبيره هنرجع لها برده كمان دقيقتين، ومهمه دي تعتبر اهم ميزه اصلا انا شايفها في الابلكيشن ده. ومن النوتيفيكيشن فممكن تشوف كل الاشعارات اللي بتيجي على اجهزتك كلها لايف، يعني اول ما النوتيفيكيشن يجي على الموبايل بتلاقي ان هو وصل على طول على البي سي برده. وبالنسبه لرسائل الواتساب فلو حد بعت رساله وحذفها مثلا الرساله ما بتتحذفش من هنا، فهتقدر تشوفها برده عادي. وبرده بيعمل لك شورت كات جنب الشاشه تقدر تشوف منها الاشعارات والمكالمات اللي واصله لك على موبايلك بدل ما كل شويه تفتح البرنامج لسه والكلام ده كله. وفي برده الرسائل ممكن تشوف منها كل الاس ام اس اللي بتوصل لموبايل. والكول هيستوري دي بقى مهمه، فانت بتشوف منها كل المكالمات اللي جات لك، ولو جاي لك مكالمه على موبايلك فتجي لك برده على البي سي، بس هتقدر تعمل ميوت يا تكنسل، مفيش فكره انك ترد وتتكلم من البي سي دي لسه مش مدعومه يعني. وبرده ممكن تدخل على جهات الاتصال وتعمل اي مكالمه انت عايزها مع اي حد من الكونتاكتس بتاعتك وهتتم على طول من موبايلك، بس برده هتقدر تتكلم من موبايلك مش من البي سي. اهم ميزه بقى من وجهه نظري، الباقيين كلهم مهمين اكيد بس يعني دي اهم ميزه انا شايفها، وهي الريموت كنترول الثالثه دي، لان منها ممكن تتحكم في موبايلك من غير ما تلمسه من الكمبيوتر على طول. بس ما اعرفش هي فيها مشكله ولا لا، لان هي ما اشتغلتش معايا على طول وانا عامل باسورد للموبايل، فانا اضطريت اشيل الباسورد الاول عشان الميزه دي تشتغل. فلو ما اشتغلتش معاك وانت محتاجها فخليك عارف انك هتكون محتاج تشيل الباسورد يعني. فبص انت دلوقتي من البي سي اهو بتقدر تتحكم في الموبايل وتتنقل فيه والكلام ده كله، ودي ليها فايده ثانيه غير فكره انك تستخدم موبايلك من الكمبيوتر وهو بعيد عنك بس، وهي ان لو في مشكله في موبايلك التاتش مش شغال مثلا او اي حاجه فتقدر تستخدم الميزه دي وتتحكم في الموبايل عادي. ولو عندك مشكله مثلا عايز توريها لحد فممكن تخليه يربط جهازه بجهازك ويتحكم في موبايلك من عنده. هتقول لي طب افرض الحد ده عايز يتعامل معايا من الموبايل ومش عن طريق البي سي يعني. يا سلام، بسيط. فبتحمل تطبيقين، واحد على موبايلك وواحد على موبايل. فالتطبيق اللي على موبايلك اللي هيتم التحكم فيه هو اير ميرور سبورت، بس لازم تكون محمل تطبيق اير درويد بيرسونال ورابطه بحساب او مسجل فيه يعني. ساعتها بتخش على الاير درويد سبورت بتلاقيه مديك كود، هتاخد الكود ده وتبعته لصاحبك اللي هيتحكم في موبايلك، وهو بقى ياخد الكود ده ويروح يحمل تطبيق تاني وهو اير ميرور. وبرده لازم يكون محمل اير درويد بيرسونال ومسجل فيه بنفس الاكونت بتاعك، ويخش على اير ميرور
ويحط الكود بتاعك هنا وبس كده بقى ليه تحكم كامل في موبايلك، يقدر يعمل اللي هو عايزه لغايه ما انت تلغي الكلام ده بنفسك. الموضوع حلو بصراحه عشان لو عندك مشكله في موبايلك مثلا انت مش شرط تروح لحد يحلها لك، انت ممكن الحوار ده من بيتك وهو من بيته وتحل المشكله عادي. ولو حسيت انك تهت يعني فاعمل سكيب للحته دي ولا كانك سمعتها، هي مش حاجه اساسيه في البرنامج بتاع النهارده يعني، فسكيب الحته دي عادي. انا قلتها بس عشان يعني لو حد محتاجها يبقى يستخدمها يعني. فهنرجع تاني للبي سي بقى. هتلاقي بقى ادوات الريموت كنترول زي حوار الكاميرا اكسس، فتقدر تفتح الكاميرا بتاعه موبايلك على البي سي برضو، ومن كيبورد دي فتقدر تستخدم الكيبورد بتاع البي سي ككيبورد للموبايل بتاعك، عشان لو انت هتكتب لفتره طويله مثلا فممكن تستخدم الكيبورد الخارجي اسهل يعني. وبرضو السكرين ميرورنج، فتقدر تشوف كل اللي بيحصل على موبايلك بس من غير اي تحكم، يعني انت هتشوف بس وبس. هو اكيد يعني في حاجات تانية بس مش هقولها كلها في فيديو واحد، الموضوع صعب يعني. فده شرح عام كده للاداه والحاجات المميزه فيها، وكده كده هي اداه مجانيه، فلو عايز تجرب تحملها روح حملها، الموضوع بسيط يعني خالص. وبقول لي برضو لو انت اكتشفت فيها حاجه جديده مثلا، ولو انت بتستخدمها قبل كده فقول لي اكتر حاجه بتستخدمها فيها. وزي ما قلت لك كل لينكات التحميل والكلام ده كله هتلاقيها تحت في وصف الفيديو وفي اول كومنت. في حاجه تانية برضو هي مش مجانيه بالكامل، هي في حاجات معينه فيها بتبقى بفلوس، يعني بتحتاج فيها تشتري النسخه الكامله من الايردرويد بيرسونال، بحيث انك تستخدم الحاجات التانية اللي هي بتبقى ليميتد اديشن للنسخه المدفوعه بس. فانا بشوف برضو لو محتاجهم وابقى اشترك فيها، يعني اشتراكها مش غالي قوي يعني. وبس لايك اشتراك شير الفيديو مع حد انت شايفه محتاج الاداه دي، واشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.